بكم في الحلقة التانية من سلسلة حلها في ثواني. المرة اللي فاتت عرفنا ازاي نجيب حاصل ضرب أي رقم أحاد وخمسة يتضرب في نفسه. النهاردة هناخد حاجة جديدة خالص. لو جيت عايز أضرب أي رقم أوله خمسة في أخوه بس اللي أصغر منه ب10 أو الأكبر منه ب10، يعني يكون الفرق ما بين الرقم ده والرقم ده هو 10. ازاي أقدر أجيب حل للسؤال ده في ثواني؟ كالعادة الإجابة بسيطة. لما اجي اضرب اي رقم بيبدا بخمسة يكون الفرق ما بينهم 10 بيبتدي دايما ب75. طيب ايه اللي هيكون هنا؟ هشوف مين الاكبر فيهم. في الحاله دي 3. ايه الاكبر من 3 على طول؟ 4. اضرب 2 في 4 ب 8، تبقى الاجابه 875. ناخد مثال تاني. لو جيت اضرب 45 في 35، الرقم بيبدا بخمسة الفرق ما بينهم 10، اضرب طبعا هيبتدي ب 75. ايه الرقم الكبير فيهم؟ 4. الرقم اللي بعد 4 على طول 5. 5 في 3 15، تبقى الإجابة 1575. ناخد المثال التأكيدي بتاعنا الجميل. لو جيت ضربت 55 في 45، صح فعلا هيبقى بادئ ب 75، الرقم الكبير 5 يبقى 6، 4 في 6 ب 24، تبقى الإجابة 2475. السؤال اللي جاي ده ليكم انتوا. لو جيت أضرب 65 في 55، تبقى الإجابة كام؟ اعمل لايك وفولو وشير لأصحابك عشان يستفادوا.